مبروك زيادة المرتب، بس غالبا مرتبك برضه هيخلص يوم 10. ده لأن إحنا بنقع في فخ قانون باركنسون. افترض معايا إن في شخص اسمه أحمد مرتبه زاد السنة دي 2000 جنيه. أحمد بدل ما كان بيجيب لبن عادي من السوبر ماركت ابتدى يجيب لبن معلب غالي شويتين. أحمد كان معاه موبايل كويس ابتدى يقسط موبايل تاني أحسن. بدل ما كان بيشرب قهوة عادية ابتدى يعدي على براند معين كل يوم قبل الشغل يجيب منه قهوة. أحمد كده فاكر إن هو بيحسن مستواه، بس أحمد مش عارف إن هو بيعمل كارثة اسمها لايف ستايل انفليشن أو تضخم في مستوى المعيشة. سنة 1955 العالم سيريل باركنسون طلع قانون مرعب، قال إن المصاريف بتتمدد حتى تستهلك كل الدخل المتاح. والقانون ده معناه إن مخ الإنسان متبرمج إن هو تلقائيا لو لقى أي زيادة في الفلوس يخلق لها احتياجات وهمية. يبقى مرتبك مثلا زاد 10% بس مخك يخلق لك احتياجات وهمية تزود لك مصروفاتك لممكن ال 10% أو 15 أو 20، فأنت يجي مع الوقت تلاقي الزياده مش حاسس بيها. وهنا طبعا انت بتقول ايه؟ ان الفلوس ما بقاش فيها بركه. وعشان كده هتلاقي الكل بيشتكي، اللي بيقبض 5000 بيشتكي، واللي بيقبض 10 واللي بيقبض 20 هيقول لك برضو انا مرتبي بيخلص يوم 10 في الشهر. وعشان تكسر القانون ده وتخلي الزياده حقيقيه فعلا مش ارقام، هنعمل 3 حاجات. اول حاجه قاعده ال 50%، اي زياده تنزل لك على طول تاخد نصها وتحوشه اجباري. رقم 2 قانون ال3 شهور، حاول تحافظ على نفس مصاريفك لمده 3 شهور بعد الزياده. ورقم 3 التحويش الإجباري، أول ما المرتب ينزل تاخد النسبة اللي أنت هتحوشها وتحطها على طول في حساب وما يكونش له فيزا. وعايزك تشاركني في التعليقات لو حاسس إن فعلا الزيادة أول ما بتنزل بتطير.